سوف نتحدث في هذه الحلقة عن المجموعة الرابعة، وسوف ينقسم هذا الفيديو إلى 3 أقسام. القسم الأول الملاعب، والذي سوف نتحدث فيه عن الملاعب التي سوف تجرى عليها مباريات هذه المجموعة. القسم الثاني موعد المباريات وتاريخ المواجهات. والقسم الثالث التوقعات، والذي سوف نتوقع فيها المتأهلين من هذه المجموعة لدور 16. القسم الأول الملاعب، سوف تجرى مباريات هذه المجموعة على 3 ملاعب. الملعب الأول استاد المدينة التعليمية، والذي يتسع ل40,000 متفرج، وسوف تجرى على أرضيته مباراتين من هذه المجموعة. الملعب الثاني استاد الجنوب، وهذا الملعب يتسع ل40,000 متفرج، وسوف يحتضن 3 مباريات من هذه المجموعة. وأول مباراة سوف تلعب على أرضية هذا الملعب في مونديال قطر هي مباراة فرنسا ضد أستراليا في الجولة الأولى من المجموعة الرابعة. الملعب الثالث استاد 974، والذي يتواجد في مدينة الدوحة ويتسع ل40,000 متفرج، سوف تجرى على أرضيته مباراة واحدة من هذه المجموعة. القسم الثاني موعد المباريات وتاريخ المواجهات. الجولة الأولى سوف تلعب يوم الثلاثاء 22 نوفمبر. المباراة الأولى الدنمارك ضد تونس في الساعة 1 بتوقيت غرينتش في استاد المدينة التعليمية. تقابل هذين المنتخبين في مباراة رسمية واحدة، وكانت في سنة 1960 في أولمبياد روما، وانتهت بفوز منتخب الأسترالي بثلاثية مقابل هدف يتيم للمنتخب التونسي. مباراة فرنسا ضد أستراليا في السابعة بتوقيت غرينتش في استاد الجنوب. تقابل هذين المنتخبين في 3 مباريات رسمية. كان اللقاء الأول في سنة 1994، وانتهى بفوز الديوك بثنائية نظيفة. تقابل بعد ذلك في كأس القارات في دور المجموعات في سنة 2001، وانتهى بفوز منتخب أستراليا بهدف نظيف. وآخر لقاء جمع بين هذين المنتخبين كان في نهائي كأس العالم روسيا 2018، وانتهى بفوز الديوك بثنائية مقابل هدف واحد. الجولة الثانية من هذه المجموعة سوف تلعب يوم السبت 26 نوفمبر. المباراة الأولى تونس ضد أستراليا في الساعة 10 بتوقيت غرينتش في استاد الجنوب. كان اللقاء الأول بين منتخب تونس ومنتخب أستراليا في كأس القارات لسنة 2005 في دور المجموعات، وانتهى بفوز نسور قرطاج بثنائية نظيفة. فرنسا ضد الدنمارك في الساعة 4 بتوقيت غرينتش في استاد 974. تقابل هذين المنتخبين في 8 مواجهات رسمية. استطاع المنتخب الدنماركي الفوز في 4، استطاع المنتخب الفرنسي الفوز في 3، وتعادلوا في مباراة واحدة. ومن بين هذه المباريات هنالك 3 مواجهات في نهائيات كأس العالم. كان أول لقاء لهذين المنتخبين في نهائيات كأس العالم هو مونديال 98 بفرنسا، وانتهت هذه المباراة بفوز أصحاب الأرض بثنائية مقابل هدف واحد. تقابل بعد ذلك في مونديال 2002 بكوريا واليابان، وانتهى بفوز منتخب الدنمارك بثنائية نظيفة. وآخر مواجهة بينهما في المونديال كانت في مونديال روسيا 2018، وانتهى بالتعادل السلبي. بالنسبة للمباريات الودية فقد تقابل في 3 مباريات، واستطاع منتخب الديوك حسم كل هذه المباريات. أما الجولة الثالثة لهذه المجموعة فسوف تلعب يوم الأربعاء 30 نوفمبر، فسوف تلعب كلا المباراتان في نفس التوقيت، الثالثة بتوقيت غرينتش. أستراليا ضد الدنمارك استاد الجنوب. تقابل هذين المنتخبين في مباراة واحدة رسمية، وكانت في آخر نسخة من نهائيات كأس العالم، وانتهت بالتعادل الإيجابي هدف لكل طرف. وتقابل في 3 مباريات ودية، استطاع منتخب الدنمارك الفوز في جميع هذه المباريات. فرنسا ضد تونس استاد المدينة التعليمية. تعتبر هذه المباراة بين المنتخب التونسي والمنتخب الفرنسي هي المباراة الرسمية الأولى في تاريخ المواجهات بين هذين المنتخبين، وتقابل من قبل في مباراتين وديتين. استطاع الديوك حسم المباراة الأولى، وتعادل في المباراة الثانية. القسم الثالث توقعات المتأهلين. بالنسبة للمتأهلين من المجموعة الرابعة فأتوقع تأهل منتخب الدنمارك في المركز الأول. هذا المنتخب الذي أبان على مستوى جيد في دوري الأمم، حيث استطاع التغلب على منتخب فرنسا رايح جاي. يؤكد بذلك أن هذا المنتخب سوف يقدم مستوى رائع في المونديال القادم في قطر. وبالنسبة للمرتبة الثانية فأتوقع استمرار لعنة البطل وخروج فرنسا من دور المجموعات، حتى أن المنتخب الوحيد الذي هزم لعنة البطل ومنتخب البرازيل الذي فاز بكأس العالم في سنة 2002. أما باقي المنتخبات الأوروبية التي استطاعت تحقيق لقب البطل في القرن 21 فكلها قد خرجت من دور المجموعات في المونديال الموالي. وهنا نذكر إيطاليا 2006، إسبانيا 2010، ألمانيا 2014، وهذا تحدثنا عنه بالتفصيل. سوف أقوم برفعه في القناة في الأيام القادمة.
وليس هذا فقط، فهناك العديد من المصادفات التي تقول لنا أن فرنسا خارج مونديال قطر من دور المجموعات. أولا، فرنسا تقدم مستوى جيد في المونديال وتقدم مستوى سيء في المونديال الموالي، وهذا ما حدث في مونديال 2098. فرنسا تفوز باللقب بعد هزيمة البرازيل ب3-1. وفي سنة 2002 فرنسا تخرج من دور المجموعات. سنة 2006 فرنسا تقدم أداء رائع وتصل إلى النهائي وتخسر لقب كأس العالم بركلات الجزاء لصالح إيطاليا. 2010 فرنسا تخرج من دور المجموعات. والمصادفة الثانية منتخب الدنمارك. نعم، سوف تستغرب، ولكن منتخب الدنمارك كان مع فرنسا في المجموعة في مونديال 98، واستطاعت فرنسا التأهل من هذه المجموعة في المركز الأول مثل ما حدث في سنة 2018. وفي سنة 2002 تواجد مرة أخرى الدنمارك مع فرنسا، واستطاع هذه المرة الدنمارك التأهل أول المجموعة، وتأهل معه في ثاني مجموعة منتخب السنغال، المنتخب الإفريقي الذي استطاع بلوغ ربع النهائي في هذه المونديال والخروج على يد الأتراك. لذلك حسب جميع هذه المعطيات فإنني أتوقع وأتمنى في نفس الوقت تأهل نسور قرطاج في المرتبة الثانية من هذه المجموعة. وأنت أخبرنا برأيك في التعليقات، من سوف يتأهل من هذه المجموعة؟ هل سوف تستمر لعنة البطل أم أن للديوك رأيا آخر؟ هل سوف تستطيع تونس تحقيق أحلام شعبها أخيرا والتأهل لأول مرة لدور 16؟ وهل منتخب أستراليا سوف يبقى يشاهد فقط في هذه المجموعة أم أن له رأي آخر؟